يا ست البنات، يا سكر الدنيا، تعرفوا ان احنا المفروض كمسلمات ما ينفعش نحزن ولا نكتئب؟ هتقولي لي انتي مش عايشه معانا في الدنيا ولا ايه؟ مش شايفه النكد اللي محاوطنا ليل نهار في كل مكان؟ بصي، هحب اصدمك واقولك ان في الاغلب احنا اللي بننكد على نفسنا. انا كمان، واحنا اللي بنخنق نفسنا. انا كمان اوقات كتير قوي بنكد على نفسي بسبب او من غير سبب، بس حتى لو في سبب ممكن احاول اشوفه بنظرة تانية واخليه السبب ده ما ينكدش عليا. احنا كستات بندور على النكد بمنكاش. اوقات كتير قوي بنكون شايلين فوق طاقتنا، واوقات بنتظلم وبنظلم نفسنا، بس الظلم ده ممكن نقلبه لمصلحتنا. والضيق والخنقة والمواقف الوحشة اللي احنا بنتحط فيها نقول لعله خير، ويمكن دي حاجة مفيدة لينا ولصالحنا، نتعايش معاها ونحولها لحاجة مفيدة تخلينا مبسوطين. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنقدم فيها محتويات عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده تاني فيديو من سلسلة مفاتيح السعادة. السعادة دي مايند سيت او طريقة تفكير، اسلوب حياة. لو قررتي ان انتي تكوني سعيدة، ما في حاجة في الدنيا هتقدر تخليكي تعيسة. ولو عايزة تنكدي على نفسك وتعيشي دور الضحية، برضو كل اسباب السعادة في الدنيا مش هتخليكي نكدية. حتى لو معاكي كل حاجة برضو مش هتكوني سعيدة. لو معاكي فلوس، لو بتسافري، لو بتروحي كل حتة، لو ولادك بيسمعوا الكلام، لو جوزك بيحبك، لو كل حاجة عندك متوفرة، برضو مش هتكوني سعيدة ولا راضية. لان السعادة بتيجي من جوه لبره، مش من بره لجوه. السعادة دي بتكون من جواكي انتي. وده يفسر لنا كتير قوي اللي ليه ناس كتير اغنياء وعندهم كل الرفاهيات اللي في حياتهم، ومع ذلك نهايتهم بتكون الانتحار. فالسعادة لو مش نابعة من جواكي عمرها ما هتيجي من اي حاجة بره. ايمانك هو شرط سعادتك الحقيقية. ما ينفعش تكوني مسلمة وما تكونيش سعيدة، ده أمر إلهي. ربنا بيقول في كتابه العزيز: ولا تهانوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فخدي بالك من الشرط، إن كنتم مؤمنين. لو احنا مؤمنين بجد وعارفين ربنا بجد وبنتعامل معاه بجد وعارفين صفاته وبنقرأ القرآن وبنشوف القصص اللي قبلينا والابتلاءات اللي هم مروا بيها، ربنا قال لنا عليها في القرآن، وقد ايه هم كانوا مروا بظروف وبحاجات اقوى مننا بكتير، مع ذلك كانوا راضيين وكانوا ساكنين وساكتين عشان هم كانوا مؤمنين بربنا وعشان عارفين ان ربنا مش هيضيعهم ابدا. شرط انك ما تحزنيش هو ان انتي تكوني مؤمنة بجد. هتقولي طب ما انا بصلي وبصوم وكل حاجة عادي يعني. لا، هي الفكرة ان انتي يكون قلبك نظيف وقلبك كويس، مش مجرد. انتوا عارفين اصلا يعني زمان قبل ما ربنا يفرض الصلاة والصوم وقبل رحلة الإسراء والمعراج كانوا بيصلوا صلاتين بس، صلاة الصبح وصلاة بالليل. والصيام ما كانش فيه بقى شهر رمضان ولا في شهر بيصوموا فيه يعني كده. في بداية الدعوة ما كانش فيه كل الحاجات دي، ومع ذلك هم كانوا مؤمنين إيمان رهيب. كانوا بياخدوا حسنات كتيرة على إيمانهم وعلى أعمالهم القلبية. يعني هم كانوا مش مجرد ايه الاعمال اليومية اللي احنا بنعملها، يعني مش مجرد الصلاة والصوم وكده. لا، هم كانوا مؤمنين بقلبهم، عندهم ايمان من جواهم. والكلام ده انا قريته يعني سمعته في كتاب عتبات العبودية، قلت لكم عليه في ملخص كتاب كوني ماركة. كانت سلوى نقيب بتقول عليه، وانا فعلا سمعته، وهو فعلا كتاب حلو جدا ومفيد. هو تقيل في اسلوبه لان الراجل سعودي فبيتكلم باللغة عربية فصحى، بس هو معناه جميل فعلا. فهحط لكم لينك الكتاب ده في الديسكريبشن. وهو الكتاب مش كبير، يعني تقريبا 3 ساعات او ساعتين، مش فاكرة بالظبط كان قد ايه، بس مش كبير، فممكن تسمعوه في يوم او يومين بالكتير قوي. فالايمان ده ايمان قلبي،
روحك تبقى متعلقة بربنا، قلبك متعلق بربنا، مش مجرد ان انت بتصلي وبتصومي وكده، مش الاعمال الحركية او الجسمانية، لا الاعمال القلبية. الظروف الخارجية مش مبرر للحزن. تعالي نمسك اكبر حاجة بتتحججي بيها عشان تكوني حزينة، هي الظروف الخارجية، الظروف اللي حواليكي، الناس اللي مضايقينك، المشاكل المادية، الحاجات اللي احنا بنشوفها كل يوم، الاخبار اللي مش حلوة. القرآن بقى بيجي يصدمك وايه ويضرب حاجة دي كلها، لما ذكر لنا قصة آسيا امرأة فرعون، القدوة في السعادة رغم الظروف الصعبة. ربنا بيضرب لنا بيها مثل للذين آمنوا. كانت متجوزة فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى. تخيلي كمية الأمراض النفسية والعقد والغرور والكبر اللي هي كانت عايشة وسطيهم. تخيلي الراجل ده كان عامل ايه، كانت تحت ضغط نفسي رهيب طول الوقت رغم الظروف الخارجية اللي كانت حواليها، اللي مفيش أسوأ منها ان انت تكوني متجوزة فرعون. كانت مؤمنة بربنا، جنتها كانت في قلبها، في توحيدها. هي اللي اختارت لنفسها السعادة والحياة الطيبة والطمأنينة، وما استسلمتش للظروف. وربنا قال فيها في القرآن: ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ورسول صلى الله عليه وسلم قال على خير نساء العالمين: مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسيا امرأة فرعون. حديث صحيح. فتخيلي بقى هي كانت عايشة ازاي وظروفها عاملة ازاي، بس كانت جنتها في قلبها، ما استسلمتش للظروف ولا اتحججت بيها. وكمان عندنا امرأة نوح وامرأة لوط، دول كانوا قدوة في الشقاء رغم ظروفهم المثالية. الاتنين كانوا مع نبيين صالحين، مع ذلك كانوا كافرين. تخيل زوجة نبي مش مؤمنة ومش مصدقة بيه، الزوج بيتقي الله فيكي وبيكرمك والبيت كله طاعة، ومع ذلك اختارت الطريق التاني واختاروا ان هم يدخلوا النار. ده دليل ان حتى البيئة الإيمانية الأفضل أو الزوج الصالح مش كفيلة ان هي تخليكي سعيدة لو انت ما اخترتيش ان انت تكوني سعيدة. فاختيار قرارك انت، وسعادتك قرارك انت، بغض النظر عن الظروف اللي احنا بنمر بيها، بغض النظر عن ايه اللي بايدينا نختاره في حياتنا، وبغض النظر عن حياتنا. ربنا بيقول: الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. لو عايزة تكوني سعيدة فبلاش تتحججي باي حاجة في حياتك، بلاش تقولي الظروف والجوابات والكلام ده. العبرة باللي في قلبك، بالنتيجة اللي في الآخر. العبرة بالخواتيم. أسلحتك الخمسة ضد الحزن. ربنا وعدنا في كتابه العزيز وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجورهم بأحسن ما كانوا يعملون. عشان تعيشي حياة طيبة اعملي أعمال صالحة واحتسبي كل حاجة لربنا، وده أهم سلاح، الاحتساب. اعرفي ان مفيش حاجة بتمر بيها ببلاش، واعرفي ان اي حاجة وحشة بتمر بيها احتسبيها عند ربنا. اي موقف بيعدي عليكي احتسبيها عند ربنا. اي حد ضايقك قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وكله عند ربنا. اللي عند ربنا ما بيروحش. مفيش شوكة بتتشكيها الا وبتاخدي عليها اجر وثواب. ومفيش حد هيظلمك وهيفلت من العقوبة. مفيش حد هيجي عليك ولا يجرحك بكلمة الا وربنا هيردها له اضعاف مضاعفة. خلي عينيكي دايما على الاخرة. لما تشوفي الدنيا بحجمها الحقيقي هتكوني سعيدة. لما تعرفي ان كما تدين دودان، واي حاجة بتحصل لك هتترد للي قدامك اضعاف مضاعفة، هتعرفي. والله سبحان الله، يعني بجد. يعني كان في شخص كان بيضايقني، وكل كلمة قالها لي ضايقتني وزعلتني ونيمتني معيطة وزعلانة اتردت له واضعاف مضاعفه، وبمواقف كبيره حصلت له. مش مجرد كلمه بس اسمعها، لا كان موقف. يعني كانت واحده تتنطط عليا بذهب، وبتنطط عليا ان هي عندها مش عارفه ايه وعندها ايه وعندها ايه، وتلف الدنيا وتدور بعد كذا سنه وتفقد كل اللي هي كانت بتتنطط عليا بيه ده، وكانت بتتمنظر عليا بيه. فكل حاجه بتقهرك وبتزعلك
بصي نص الكوبايه المليان، احتسبي ده عند ربنا. والله اللهم لا شماتة، انا لا شمتانه فيها ولا فرحانه فيها، بس انا نمت ايام معيطه بسببها. فما فيش حد هيظلمك وهيجي عليكي ولو بكلمه صغيره بس الا وهي هتترد له اضعاف مضاعفه. فما تزعليش وما تحزنيش، واحتسبي المواقف الوحشه والمواقف الكويسه عند ربنا، واجرها هيتضاعف، وهتبقي حاسه ان انتي مرتاحه وسعيده ومبسوطه. وساعتها ولا هيفرق معاكي كلمه حد يقولها، لان انت عارفه ان ربنا هيرد لك وهيجيب لك حقك، ولا هيفرق معاكي اي حاجه في الدنيا دي خالص، لان انت عارفه ان حقك هيجي، وعارفه ان انت اتظلمتي. واي حاجه حلوه انت هتعمليها احتسبيها برضو عند ربنا، عشان ربنا يزود لك في اجرها. تذكري النعم. الشيطان دايما بيخلينا نبص على الحاجات اللي مش موجوده في حياتنا، الحاجات اللي ناقصة في حياتنا، الحاجات اللي مش عندنا، ويخلينا نتغافل عنها. فاحنا عندنا نعم كتير قوي في حياتنا، نحاول ان احنا نتذكر النعم دي وما نخليش الشيطان ينسينا النعم الكتير اللي في حياتنا. كل ما تحسي بضيق واكتئاب بسبب مشاكل بقى اقتصادية، بسبب مشاكل نفسية، افتكري النعم الكتير اللي في حياتك، وبصي على الناس اللي اقل منك، اللي ما عندهمش الرفاهية، ما عندهمش نعمك، ما عندهمش تليفون ماسكينه ويسمعوا عليه البودكاست ده. افتكري النعم دي، نعم كتير قوي في حياتنا احنا بننساها. الدنيا لو كل حاجة فيها كانت تمام ما كانتش هتبقى دنيا، كانت هتبقى جنة. الدنيا دار بلاء ودار شقاء، ولو الدنيا كلها حلوة امال احنا هنحصل على ايه بعد كده؟ لازم يكون عندنا دافع وهدف ان احنا ندخل الجنة. وكتري من الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. قولي أذكار الصباح والمساء، هتفرق معاكي وفي نفسيتك جدا 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 180 درجة. اتحملي مسؤولية حياتك، انتي مش ضحية. آسيا ما استسلمتش لكونها ضحية وزوجة راجل نرجسي وبيقول أنا ربكم الأعلى، ما استسلمتش، ما عاشتش في دور الضحية وقالت يا رب خلاص هو أنا مش هقدر أسلم، أنا مش هقدر أؤمن، ده أنا متجوزة فرعون مش هعرف أؤمن. وعاشت في دور الضحية وما فضلتش تحت طوعه وتحت أمره، ما استسلمتش. انت كمان ما تستسلميش، انت كمان ما تعيشيش دور الضحية. هم كانوا أو هي كانت بتمر بظروف أصعب من اللي انت فيها دي مليون مرة، ومع ذلك ما استسلمتش. ما تستسلميش وما تعيشيش دور الضحية. الأعمال الصالحة هي اللي هتحسن حياتك. كل ما تعملي حاجات كويسة كل ما حياتك هتبقى أحسن، كل ما تصلي كل ما حياتك هتبقى أحسن، كل ما تقولي أذكار الصباح والمساء كل ما حياتك تبقى أحسن، كل ما تستغفري استغفار كتير كل ما حياتك هتبقى أحسن وتبقى أروق. الذنوب هي اللي بتجيب الحزن، هي اللي بتجيب النكد، هي اللي بتخلي الشيطان يتمكن منك ويخليه منكد عليك. فتوبي وابدأي صفحة جديدة واذكري ربنا كتير وقولي استغفرك ربي وأتوب إليك، وخدي بالأسباب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حالك مش هتتغير غير لما انت تبدأي تاخدي خطوة ان انت تتغيري. مفيش حاجة هتتغير وانت قاعدة على الكنبة بتفكري بنفس الطريقة وبتعملي نفس العادات. الفكرة ان انت تبني عادات جديدة، تبني شخصية جديدة، تبقي احسن نسخة من نفسك. السعي هو اللي بيحقق التغيير. اتكلمت في اول فيديو في السلسلة دي عن دقيقة واحدة بس تعمليها كل يوم هتغير حياتك. في الفيديو ده هيفيدك جدا بإذن الله. وابدأي وخدي قرار واصنعي لنفسك حياة جديدة وحلوة. افتكري ان انت المسؤولة عن حياتك، وافتكري ان انت مش هتتغيري غير لما تقومي من مكان. بس كده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واكتبوا لي كومنت حلو زيكم. اشوفكم فيديو جديد.